السلام عليكم خياتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا اليوم البنات جبت لكم هاد الحاجة الحلوة المعسلة. اليوم خدمت لكم العسل وقلت نحط لكم الوصفة هكذا باش نتوما تاني تستفادوا. رمضان إن شاء الله راهو جاي، على بالي تسحقوهم للبقلاوة التركية، تحتاجوهم للمعسلات بزاف. هاد العسل بنين كيما راكو تعرفوا البنات، العسل راه غالي بزاف. شوفوا غير ب9,000، شوفوا واش خدمت لي كمية ما شاء الله. شوفوا البنات هذا العسل عندي فايت سيمانة مني خدمته. شوفوا ما تحجر معايا ما والو البنات، على بالي كاين بزاف اللي كيطيبوا العسل هكذا يفوت يومين 3 ايام يلقاو العسل حبط لهم من تحت والسكر طلع، ولا السكر يحبط والعسل يطلع لهم من الفوق يتحجر معاهم. شوفوا البنات نعطيكم هذه الطريقة روعة يا البنات، وسهلة سهلة. شوفوا في 10 دقايق وانتو ما خدمتوا العسل تاعكم. يلا نبداو بسم الله على بركة الله. الحاجة الأولى جيبوا طنجرة ولا هكذا كوكوطة تكون شوية تقيلة البنات باش ما يتحرقش معاكم الكراميل. على بالي كامل تعرفوا ديروا الكراميل البنات. كملوا الفيديو إلى الآخر هكا باش تدوا كامل النصائح، والعسل نتوما تاني كي ينجح معاكم. شوفوا أنا درت هنايا كاس تاع سكر، شفتوني كيلت بهذاك الكاس تاع ام والد. هنا راني رايحه ندير فايت الكيلو تاع العسل. فهمتوا؟ نتوما جيبوا كيلو تاع السكر تاعكم، اقلعوا منه كاس تاع السكر وديروا هكذايا في طنجره ولا كوكوطه، وخلوه فوق النار ناقصه البنات، وقعدوا خلطوا بهذه الطريقه حتى يذوب كامل السكر تاعكم. البنات هنايا كي تكونوا تذوبوا خلطوا هكذا بالمغرف تاع اللوح احسن. جيبوا هكذا مغرف تاع الحطب خير من ديروا ستاتشول ولا راح تذوب معاكم. فهمتوا؟ نقصوا النار كيما قلت لكم وقعدوا حركوا كيما انا راني ندير. البنات ما تفوتوش الفيديو باش ما يروح لكمش المقاطع ومن بعد كات العسل تاعكم ما ينجحش معاكم. على بالي كاين بزاف اللي يديروا العسل وما ينجحش مع الاخر معاهم. تبعوا هاد الخطوات البنات خطوة بخطوة إن شاء الله نتوما تانيك راكو رايحين تنجحوا فيه. شوفوا قلت لكم راني درت الكاس الأول تاع السكر وراني نحرك فيه هنايا حتى تشوفوه داب كامل السكر تاعكم. البنات لازم ما يقعدش كامل السكر في الكسرونة تاعكم. هنا ضروري تسخنوا الماء تاعكم. أنا جبت الكاس الأول كيما راكو تشوفوا هنا. كي تكونوا تفرغوا لازم تبعدوا على النار. شوفوا كيفاش يدير هذوك الفقاعات البنات، راهو رايح يحرقكم. فهمتوا؟ هنا درت الكاس الاول وهذا الكاس الثاني. سماتيك البنات في الكيلو تاع السكر نسحقوا 2 كيسان تاع الماء. انا درت الكاس الاول تاع السكر داب معايا وزدت له 2 كيسان نتاع الماء يكونوا دافيين البنات هكا باش كي تفرغوهم فوق الكراميل تاعكم ما تتحجرش. فهمتوني؟ لو كان ديروه بارد راح يتحجر لكم بزاف السكر. دوك نوري لكم انا شحال تحجر معايا. شوفوا البنات ما تحجرش معايا بزاف. هنا لازم تكملوا تخلطوا بهذه الطريقة حتى تشوفوا السكر تاعكم هذاك داب كامل. باش نكملوا الخطوات البنات اللي راهي متواصلة معايا في الفيديو وأول مرة تشوف قناتي نقولك أختي ديري أبوني وفعلي الجرس الفوقع باش يلحقك الجديد. ما ديريش غير أبوني تخرجي ما راش حيلحقك الجديد، لازم تفعلوا الجرس الفوقع البنات. شوفوا أنا كيفاش راني نخدم هنا، ما حبيتش نزرب لكم الفيديو بالعاني البنات هكا باش تشوفوا كامل الخطوات وما تروح لكم حتى لقطة البنات. شوفوا كيفاش راني نخلط فيه غير بشوية هكذا باش ما تحرقوش روحتيكم. كيما تعرفوا السكر شوية كي يحرقكم راح يشلفتكم. فهمتوا البنات؟ هنا خلطوا غير بشوية بهذه الطريقة كيما راكو تشوفوا معايا هنايا حتى ندوب كامل السكر. قلت لكم النار تاعكم تكون ناقصه بزاف هكذا باش السكر تاعكم ما ينحرقش. لو كان راح ينحرق معاكم راح يجيكم الذوق يجيكم مر البنات. ولو كان تخلوا الكراميل تاعكم تذوب بزاف وتاخذ لكم هذاك اللون الغامق راح يجيكم العسل تاعكم العسل الذوق تاعو ماشي شباب، الذوق المحروق. فهمتوني؟ نتوما لازم تتبعوا الخطوات وديروه بهذه الطريقة كيما راكو تشوفوا اللون تاعو. انا هنا راني ندوب في هذاك السكر اللي راهو باقي كيما راكو تشوفوا معايا.
نتمنى البنات الفيديو تاع اليوم يعجبكم وتدعموني بالجيم. البنات ما تنساوش تخلوا لي جيم هكذايا باش الفيديو يطلع، وان شاء الله في رمضان هكا توجدوا العسل تاعكم قبل رمضان ان شاء الله. وجدوا هكذا البنات كيلو 2 كيلو وخلوهم كي تسحقوا تجبدوهم ولا غير تلقاوهم يا البنات ينفعوكم هكا في رمضان. كيما تعرفوا قلت لكم العسل راهو غالي البنات، غير كيلو تاع السكر خرج لكم كمية لاباس بيها. كيما راكو تشوفوا فيا البنات راني خلطت كامل العسل تاعي هنا بعد ما ذوبت هذاك السكر مع الماء. جبت هنايا نكملوا الخطوه الثانيه البنات. شتو هذاك الكيلو قلت لكم تاع السكر اللي قلعت منه كاس تاع سكر، يخي درناه كراميل البنات. الكاس هذاك قلعناه ودرناه كراميل، وهذا واش فضل من الكيلو تاع السكر. دوك نفرغوه مباشره، فهمتوني البنات؟ ناخذ كيلو تاع السكر قلت لكم الكاس نديروه كراميل وهذا يقعد منه، دوكا نفرغوه مباشره فوق الخليط كيما راكو تشوفوا، ونروحو نكملو العمليه تاعنا. شوفوا السكر تاعنا خلطنا هكذا، قلت لكم هذا العسل ناجح بزاف، كنت درته في القناة تاعي الأولى ودا بزاف مشاهدة وحبيت نعاوده لكم هكذا باش نتوما الأخوات اللي مازال ما شافوش يعاودوا يشوفوا ويديروا الوصفة تاعي ناجحة البنات 100%. هاد الوصفة هنا نكملوا كيما درنا السكر دوكا نقصوا النار كيما قلت لكم دايما نقصوا النار. هاد العسل 10 دقائق وانتم وجدتوه، دوكا نقصوا النار ونقعدوا نخلطوا بهذه الطريقة. سمحوا لي البنات الصوت تاعي راهو شويه رديء، راني مريضه شويه بلا غريب، بصح حبيت نحط لكم الوصفه. قلت بالك تسحقوا العسل كيما الناير راهو جايكش ما تخدموا به المقيرط ولا. استناوني دوك نحط لكم الوصفه تاع المقيرط ان شاء الله. مور هاد الوصفه تاع العسل نتوما تانيك تخدموه ان شاء الله. شوفوا قعدوا خلطوا بهذه الطريقه هنا. شوفوا البنات قعدوا تخلطوا حتى تشوفوا العسل تاعكم داب كامل. شتوني كيفاش البنات بالعاني، ما حبيتش نفوت لكم الفيديو، ما حبيت نفوت لكم حتى لقطة باش نتوما تاني قلت لكم ينجح معاكم. اقعدوا تخلطوا بهذه الطريقة حتى تشوفوا كامل هذاك السكر داب. دوك نقول لكم القوام اللي تحبسوا فيه. شوفوا كيفاش راني نخلط، نقعدوا خلطوا البنات خلطوا حتى السكر تاعنا يدوب ان شاء الله كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. البنات صدقوني هاد العسل ولا غير كيما تاع برا، بالك احسن من تاع برا، ما في حتى مواد حافظه. تخدموه نقيه هكذايا كيما راكو تشوفوا فيه، ولا غير يخرج لكم كميه كبيره. دوك نوزن معاكم ونقول لكم هاد الكيلو تاع السكر شحال شحال خلط شحال جاني في الميزان. شوفوا راني نخلط بهذه الطريقة حتى هنايا ضروري تشوفوا الجوانب البنات باش تتأكدوا بني السكر داب كامل معاكم. شوفوا اللون هذا اللي راهو خاضه ما شاء الله. نخلطوا هكذا. شوفوا هنايا نعرفوا بني السكر بدا يذوب، هنا كي يبدا يغلي نبداو نحسبوا 3 دقائق البنات. دوك تشوفوا يبدا يغلي معانا الخليط، نزيدوا له السر باش العسل تاعنا ما يتحجرش. اليوم العسل ما درت لكمش بالشب، كاين اللي يصنعوا العسل بالشب، انا اليوم اللي صنعته لكم بلا شب البنات. نعطيكم طريقه واحده اخرى. شوفوا كيفاش يكون معايا هنايا راني مخلياته، راني غير نخلط ونخليه يدوب بعقله البنات. ما تتقلقوش عليه، ما تروحوش تزيدوا للنار ومن بعد ينحرق معاكم العسل وتجو تقولوا لي الوصفه تاعك ماشي ناجحه. اللي بدات نقصوا للنار قلت لكم ما يفوت لكمش 10 دقائق الخدمه تاعو ماشي بزاف البنات. راكو تشوفوا كيفاش راهو يدوب. هنا دوكا يبدا يغلي البنات، هنا كي يبدا يغلي نحسبوا حوالي 2 دقائق ولا 3 دقائق. شوفوا كي يبدا يغلي يغلي ضربة واحدة. شوفوا كيفاش راهو يتبدل ديجا اللون تاعو البنات. هنا
هنا شوفوا البنات جبنا 2 مغارف كبار تاع عصير ليمون هكذا، وصفوه البنات كي تكونوا حديروه، صفوه ما ديروش ديريكت مباشرة فيه الحبوب وكامل كيما تعرفوا، نصفيوه نتأكدوا ونفرغوه فوق الخليط. شوفوا كيفاش يديرنا هذيك الرغاوي وكامل، كامل ما تخافوش على قلت لكم ديروا حاجة غامقة كيما الكوكوطة ولا كسرونة هكا غامقة باش ما يفيدش معاكم العسل. شتو كيفاش الطريقة؟ هنا قعدوا خلطوا قلت لكم ما تخافوش، حوالي 2 دقايق ولا حتى 3 دقايق. نتوما هنايا كي تقعدوا تخلطوا شوفوا القوام اللي تحبوه. انايا درت له حوالي 3 دقايق وحبست، ما حبيتوش يجيني عاقد بزاف بزاف، لاخاطش هاد العسل راح نعسل به المقروط البنات. شوفوا قلت لكم هاد العسل تقدروا تستعملوه للطمينة، تقدروا تستعملوه ديروه للبغرير، تقدروا ديروه البقلاوة التركية ولا بقلاوة تقليدية كيما رمضان راهو جاي، تقدروا تعسلوا به المعسلات، ديروا به بزاف صوالح البنات. خير من تروحوا تشروه قلت لكم جيبوا 2 كيلو 3 كيلو، اخدموهم هكذا قبل رمضان ان شاء الله، هكا تسهلوا عليكم كي تكونوا طيبوا ما تعزوش كي يكون عندكم العسل. شوفوا هنايا بعد ما طاب خليته ريح حوالي ساعة، نتوما قد ما تخلوه يبرد قد ما يعقد معاكم البنات. انا كنت مزروبة قلت لكم ندير المقيرط عليها، خليته برد لي حوالي ساعة. شوفوا جا عاقد يا البنات، جا ما شاء الله. الوصفة حطيتها لكم بالصدق والمصداقية البنات، نتمنى تدعموا قناتي هكذايا باش تكبر ونحط لكم وصفات مضمونين بإذن الله. شوفوا حطيتها لكم ما حذفت لكم والو في الفيديو هكذايا باش نتوما تاني كي ينجح معاكم ويجيكم هكذا شباب يا البنات. شوفوا راني كيلت معكم قلت لكم يجيكم فايت كيلو الله يبارك ما شاء الله. تقدروا تانيك تخدموا هكذا وتبيعوه لجيرانكم، كاش وحده ما تعرفش تخدم العسل ولا تقدروا تخدموه كمشروع وتبيعوه البنات تانيك ما فيها بس، ولا وحده مريضه ولا وحطوه هكذا في الفيسبوك وبيعوا البنات بالريتله ولا بالزوج. كاين بزاف اللي يحبوا العسل المنزلي على تاع برا، فهمتوا؟ راني كملت العسل تاعي، أنا درتو هكذا البنات فرغتو في هاد الليانة. نتوما لو كان تكونوا تخبوه ولا ديروه هكا في بلارة تاع الزجاج ولا أي بلارة عندكم وخبوه البنات. شوفوا يقعد لكم حتى العام البنات، ما يصرالو والو، ما يتسكر، ما تصرالو حتى حاجة يا البنات، صدقوني قلت لكم. شوفوا الميزان شحال جاني دوك نقلع هذاك القارص وزن، وزن الله يبارك. دوكا كي قلعتو عاود حبط الميزان تاعو شوية. قلت لكم البنات تحتفظوا به حتى العام نورمال ما يصرالو حتى حاجة. شتو كيفاش راه عاقد البنات، هنا خليته غير ساعة قلت لكم ريح. لو كان خليته باتو كامل غد من داك نلقاه ما شاء الله زاد تقال كتر وكتر. واللون تاعو قلت لكم انا حبيتو هاد اللون، نتوما تحبوا تزيدوا تغمقوه زيدوا خلوا الكراميل تاعكم تزيد فوق النار باش ديروا الماء تاعكم. شوفوا كيفاش جا الله يبارك ما شاء الله. نتمنى البنات تجربوه وتجوا تقولوا لي في لي كومونتير تخلوا لي رأيكم. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم تاع اليوم. معليا غير نقول لكم البنات تهلاو في رواحتكم، إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.